مفيش حاجه، ما شركتك، ما تبصي براحتك. حاساك في حاجه غريبه. نعم. ساعات بتطلع كده حاجه، حاسس ان اليوم بيضيع مننا. اتنين بس اتنين بملايين مكتسحين. هم استغنوا عني لا حاج يطردك يا ابن الكلب. ومالي يا عم، وانا مول البيت. اقفل يا وسخ. ايه ده؟ مين عصام كاريكا ده؟ انا قلت لك ما تجيبش حد البيت. كل واحد فيكم يطلع اللي في جيبه. الو، تليفون، سجار كليوباترا. انا عارف كراعيك دي على فكره. واقف على كراعيك دي. ما احنا لو عارفين ايه كراعيك دي هنعمل اللي انت بتقوله والله. خلينا قلتها مره كمان مش همسك نفسي. واقف على كراعيك. اتفضل. لا شكرا، مش عارف. في ايه يا عم؟ هتنام يلا نام. عرخي. تخيل تبدأ حياتك بتحلم تبقى نجم تمثيل وتدخل فعلا المجال وتشتغل في كذا مشهد في كذا فيلم وتحس ان الطريق اتفتح قدامك خلاص، فجأة تلاقي نفسك واقف على كاشير في محل صغير في أمريكا. سافر وقال سلام للتمثيل، والمفاجأة انه بعد ما اترفض من كل الفرص اللي تدخله الفن بقى من أشهر الفنانين والناس بتستنى وجوده كل سنة. تيجي معايا فين يا ابني؟ احنا رايحين رحله. طب وانت ليه تمد ايدك دلوقتي؟ انت اللي بتمد صوتك. لا وايه كمان، اول عمل ياخده وكسر الدنيا بيه كان بطولته، ومن بعدها كل ادواره بطولات. ايوه زي ما بقول لكم كده، دي مش قصه خياليه ولا فيلم، دي حياه الممثل عصام عمر. تعالوا نشوف ازاي بعد ما كان حلمه هيضيع رجع اقوى من اللي فات. عصام عمر اتولد 8 ديسمبر سنه 1991. درس في كليه اداب التمثيل والاخراج قسم مسرح جامعه الاسكندريه. اول بدايته كانت في المسرحيات اللي اشتغل فيها شويه كمخرج وشويه كممثل. عصام عمر كان عايز يدخل معهد فنون مسرحيه، وامه كانت فرحانه ومتحمسه قوي، لكن ايه اللي حصل خلاها غيرت رايها فجاه. جبت مجموع كويس في سنه ثالثه في ثانويه عامه، فقالت لي لا مفيش معاهد، هتخش كليه، لان هي تفكيرها ان الكليات حاجه افضل من المعاهد. وفعلا سمع كلام والدته ودخل كليه اداب، وبعد ما قرر انه خلاص يدخل قسم فلسفه حصل اللي ما كانش متوقع. دخلت قلت انا بحب الفلسفه جدا، قلت انا هخش فلسفه، ما اعرفش ان في حاجه اسمها قسم مسرح، فقالوا لي ده في قسم مسرح، فقلت طب ده حلو، يبقى انا ده الرغبه الاولى وفلسفه دي الرغبه الثانيه، فقلت قدمت في القسم واترفضت. يعني بعد ما كان خلاص هيحقق حلمه وهيدخل القسم اللي بيحلم بيه، اترفض في اول فرصه ليه، وده خلاه دخل في حاله احباط وكان هينسى حلم التمثيل. اخد الحاجه واكتئب جدا وامشي اقعد في البيت ما انزلش فتره لغايه ما اقدر انزل اتعامل تاني بقى. طب بعدين ايه اللي حصل خلى الفنان عصام عمر يدخل قسم مسرح والقدر يقف في صفه؟ كنت نازل ربع يوم اروح فلسفه، خلاص لقيتهم بيقولوا لي احنا استاذه مهجه دي موظفه هتكلم رئيسه القسم. دخلت قالت لها ده شاب احنا شفناه بيمثل، ده حلو، ليه ما اتقبلش؟ طب ايه، طب اعملوا له اختبار تاني. طب ايه اللي حصل؟ ده مش عارف كان في مشكله حصلت فما رضيناش ندخله، خوفنا مش عارف عشان العدد ايه. طب يلا خش احضر محاضره. اول عمل شارك فيه عصام عمر كان مسرحيه هاملت بعد الحين سنه 2010. شارك فيها كممثل ومخرج، بس اهم المسرحيات اللي قدمها كراميلا والجاريه، ده كله كان في المسرحيات. طب اول عمل ليه على شاشه التلفزيون كان ايه؟ ظهر عصام عمر في مسلسل لما تامر ساب شوقية سنه 2015. ظهر بدور صغير جدا ومعظم الناس ما خدتش بالها منه، يمكن علشان كان الدور صغير قوي او كانت عباره عن لقطه. بعدها اختفى عصام عمر من التلفزيون خالص، ما بقاش حتى بيطلع في ادوار صغيره ولا اي حاجه، بس الموضوع ما كانش في ايده. جيت فتره هنا بقى شغل مفيش، قلت انا ماشي دي باك جربنديه بالظبط. تيكت اونلاين هيتسد كمان شهر، $200 في جيبك، مشيت على الله. بس حس انه مش قادر يتخلى عن حلمه وقرر يرجع مصر يكمل في الفن. بدأ برضه بأدوار صغيرة زي مسلسل لا تطفئ الشمس سنة 2017. ايه مش فيه عايزين كنت عايزك في موضوع كده. ومسلسل الرحلة سنة 2018. استأذنك بس الباسبور هنصوره ونبعته لحضرتك في الغرفة على طول. والآنسة فرح. تلغيني يا بنتي؟ ده جميل جدا، ده انت احسن واحده شفتها بدي. بس بعدها شارك في أعمال مهمة زي مسلسل الاختيار 2. هنا فين؟ شرم الشيخ. هو الباشا فين؟ انا لسه واصل اسكندريه حالا. وفي مسلسل في بيتنا روبوت. في الأستاذ شريف على الأنسة أنا إيه؟ ام ليه ومروه حرام؟ ما نكتب اسم مروه. بعد الدور ده بدأت الناس تعرف شكل عصام عمر أكتر كظهور على الشاشة، وأي حد مكانه كان هيبقى حلمه طبعا ياخد دور بطولة، لكن لما اتعرض عليه كان الرد صادم. انا ما كنتش حابب في الاول ان انا اعمل المسلسل خالص. مش مشكله في المسلسل، انا ما كنتش حابب ابقى بطل، ما كنتش مقتنع، وكنت حاسس ان احنا ممكن نجيب ممثل تاني افضل. بعد ما قبل عصام عمر انه يمثل الدور، المسلسل اول ما نزل كسر الدنيا وكان من انجح المسلسلات. المسلسل ده طبعا هو
هو مسلسل بالطو سنة 2023. يا باشا والله العظيم ما بعرف اولد، ما بعرفش اولد، اخدنا الحاجات دي نظري بس. وكان بداية للناس إنها تتعرف على الممثل عصام عمر، والمسلسل ده كان نقطة تحول كبيرة في مشواره، وشخصية عاطف خطفت الناس وحبوا جدا تلقائيته. الشيء دي عندنا في الفلاحين يا دكتور يعني اسهال. يا نهار اسود، ده انا قلت لها انا وبابا بنتمشى في الصاله. بعد نجاح عصام عمر في مسلسل بالطو شارك في شوية أعمال، منهم مسلسل تغيير جو مع إياد نصار ومنى شلبي، وكان في نفس السنة اللي نزل فيها بالطو وظهر فيه بدور أيمن. والله لو كنت اعرف ان انت تستقبلني الاستقبال ده وتاكلوني الاكل الحلو ده كنت جبت الشنطه من اول يوم. بعدها شارك عصام عمر في رمضان 2024 بمسلسل مسار إجباري. مش يا علي اتوترت ولا ايه؟ ما توترتش، بس احنا في جامعه بالراحه. بطولة مشتركة مع أحمد داش، وكان عامل فيه شغل عالي قوي وبقى ليه جمهور كبير من بعده. وكمان في نفس السنة اتعرض لعصام أول فيلم من بطولته، وهو فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. والفيلم كان من أحلى الأفلام اللي اتعرضت في السينما، وبكده قدر ياخد بطولتين مهمين في حياته وكمان في وقت قصير جدا. ومش بس كده، اتعرض عليه بطولات مشتركة زي مسلسل نص الشعب اسمه محمد. ليه كده يا محمد يا حبيبي؟ انا مش حبيبك يا طنط، ومن ساعه ما دخلت البيت ده وانا مش حبيبك. الغريب ان انا من ساعه ما بقيت حبيبك والدنيا مش ظابطه معايا. المسلسل كان عبارة عن 15 حلقة كوميدي، بيعمل فيه دور مهندس تكييف شغال في المطار، وكلامه كله باللهجة الشعبية. وآخر الأعمال اللي اتعرضت لعصام عمر كان في عيد الفطر 2025، وهو فيلم سيكو سيكو، بطولة مشتركة مع طه الدسوقي. لا ما تشاورليش، ما تشاورليش، تعالى اشتغل انت، ما انا مش حاول. بعد النجاح الرهيب اللي حققه عصام عمر في وقت قصير قوي، اتعرض عصام عمر لشوية دراما زي أي ممثل. بعد ما نجح مسلسل بالطو وحقق شهرة كبيرة، الناس بدأت تربط عصام عمر بشخصية الدكتور عاطف، وبقى صعب عليهم يشوفوه في أي عمل تاني غير كده. الموتور بتاعها باظ، ركبنا لها موتور اسانسير قديم. يعني مثلا لما عمل ادوار تانية في ناس ما كانتش متقبلاه وحسوا انه خرج عن اللي اتعودوا عليه. ولما شارك في مسلسل نص الشعب اسمه محمد وقدم شخصية راجل ليه علاقات كتير مع الستات، اتعرض لهجوم وانتقادات جامدة من الناس، لانه الدور كان مختلف تماما عن صورة الدكتور الطيب اللي الناس حبوه بيها. واتعرض كمان للانتقاد بسبب اسم المسلسل، وقالوا انه كده في اساءة للرسول، لكن عصام في الاخر رد على الكلام ده كله. مش شايف الاسم يتغير، الاسم مناسب جدا، واكيد احنا ناس مصريين وفنانين وواعيين ومسلمين، وحتى لو مش مسلمين عمرنا ما هيبقى في اي اهانه لسيدنا محمد، فيعني عيب اصلا نتكلم في حاجه شبه كده. كمان عصام عمر بيحاول ينوع في ادواره ويجرب حاجات جديده، بس ده مش دايما بيعجب الناس، وبيواجه تحدي انه يقنع الجمهور انه يقدر يطلع بره قالب الدكتور او شخص هادي. عصام عمر دايما بعيد عن الاضواء ومش بيشارك اي حاجه من حياته على السوشيال ميديا، بس بيحصل له زي اي ممثل بعد اي عمل ليه بيتعرض لكتير من الاشاعات. فعصام عمر بعد كل عمل لازم تطلع عليه اشاعه ارتباط، وبنات كتير كانت بتتضايق لانه كان فتى احلامهم. فتعالوا نشوف عصام عمر ازاي رد على اشاعات ارتباطه. ده كنت بهزر في حاجه من الحاجات بتاعت اعلان، وقلت بحب واحده وما قلتلهاش، وقعدت اكمل سؤالين كمان هزار في نفس الحته. اتاخدت بقى دي وتعمل عليها فيلم بقى. الدراما في حياته مش كتير لانه دايما في حاله ومحبوب من كل الناس، مش عنده مشاكل مع حد خالص، سواء صحاب في الشغل او مع المخرجين او المنتجين. اعماله نجحت نجاح كبير جدا في وقت قصير، ودي حياه عصام عمر في الدراما. عصام عمر زي ما احنا عارفين مش بيشارك حياته الشخصيه على السوشيال ميديا او في الاعلام، وده باين عليه من اول ما ظهر. بس رغم كده اتكتب كلام كتير عنه وعن اهله، مع انه اغلبه مش مؤكد، زي مثلا انه والده سوداني وكان بيشتغل في امريكا وبيحب الدين. وعصام دايما بيتكلم عنه بكل احترام، وعنده اخوات، واحد مهندس والتانية محاميه، لكن مش بيطلعهم في الاعلام خالص. وهو نفسه قال في لقاء كل الناس ممكن تتعوض الا عمي وابويا، وبخاف على زعلهم قوي. هو واضح انه بيحب يحتفظ بخصوصية حياته، ودي حاجة تحترم، ولحد دلوقتي ما نعرفش اي حاجة عن اهله خالص. وفي الاخر نقدر نقول ان عصام عمر قدر يثبت نفسه في وقت قصير جدا بخفة دمه وموهبته اللي لفتت انظار الناس. ابتدى بادوار صغيرة بس كان دايما بيتقنها لحد ما جات له الفرصة وعرف يستغلها صح، ومن ساعتها وهو في طريق النجومية. ونجاحه ما كانش صدفة، ده نتيجة تعبه وحبه للفن، واللي جاي اكيد هيكون أفضل.